concept alternatif au congrès sportif que nous avions l'habitude de tenir par le passé. Nous avons souhaité qu'il devienne un espace vivant, incarner un temps de partage authentique où nos jeunes participants ne viennent pas seulement écouter des discours, mais rencontrer des exemples universitaires à Carles dans toutes ses dimensions éducatives et humaines. مؤتمرنا هو منصة الأبطال، مساحة مميزة تجعل أبطال الرياضيين وشخصيات مؤثرة في مجال الرياضة. كل من يؤمن بهم وبقيم الرياضة مثل الإصرار والمبادرات الطلابية. علاوة على ذلك فإن انفتاح المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالستات على محيطها الداخلي التكريم الأكاديمي لما هو رياضي. اولا كنشكركم الاستاذ الفاضل على التغطيه وعلى الدعم ديالكم الدائم كمساندين هذه جميع التظاهرات اللي كتنظم اولا بجامعه الحسن الاول وعاد ثانيا بالمدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير. هذه الدوره كتعتبر دوره استثنائيه من جميع الجوانب. اولا استثنائيه من ناحيه الشعار الذي تحمله هذه الدوره، الا وهو ان شباب وطن ومستقبل. ملي كنهضروا على شباب وطن ومستقبل هنا كنهدفوا كل الركائز للنهوض بهذا الوطن ديالنا وللنهوض بالرياضه ديالو في اطار الرؤيه ديال صاحب الجلاله رحمه الله، سيرتو فيما يخص السبور ماروكان. فيما يخص هذه الدوره اعتبرناها كدوره جديده من ناحيه اولا التصور ديالها، لان اعتبرناها دوره ذات صبغه اولمبيه من الدرجه الاولى. بغينا بها انها تكون بدايه اننا نهوض بالالعاب الاولمبيه، ولما لا نحلموا جميع ونعتبروا ونردوا مدينه سطات كمدينه اولمبيه. هذا من جهه. من جهه ثانيه هو انه كانت في هذه الدورات اللي فاتوا ينظم واحد المؤتمر كيسموه المؤتمر الرياضي. حنا بدلناه ولينا سميناه لا تريبون دي شامبيون. اللي كنقصدوا بهذا لا تريبون دي شامبيون هو انه سي ان اوماج من جميع الرياضيين اللي رفعوا لنا الراس ديالنا، اللي رفعوا العلم المغربي، اللي زادوا بالوطن المغربي لقدام في جميع المحافل الرياضيه. وهنا كنهتموا بالتكريم ديال الشخصيات، من بين هذه الشخصيات اللي هي شخصيات محليه وكذلك شخصيات وطنيه. من بين هذه الشخصيات المحليه هو واحد اللاعب كبير اللي هو ولد سطات، اللي هو الكل غني عن التعريف، اللي هو السي خالد راغب. بالجانب هذا درنا كذلك تكريم ديال الناس ديال الفوتسال، وفي الفوتسال بدا الناس اللي رفعوا لنا الراس ديالنا، سيرتو كنهضر على الفوتسال فيمينا، دونك درنا لهم التكريم في الشخص ديال السي عادل سيح، وكذلك ديال الفوتسال ديال لي زوم في الشخص ديال السي هشام الدقيق. هذه من جهه. ومن جهه اخرى هو انه حاولنا في هذه الدوره انه نرفعوا حتى الشعار ديال الثقافه، شعار ثقافي. اذا نظمت دورات سيرتو حفلات موسيقيه اللي هي للترفيه، لانه علاش لي ديليغاسيون اللي كيجيونا جاتنا تقريبا ازيد من 12 ديليغاسيون اللي كتعتبر واللي كتشمل ازيد من 300 طالب وطالبه من جميع جهات المغرب اللي كتشارك في هذه التظاهره الرياضيه، واللي من خلالها كنحاولوا نبارطاجيو دي فالور، قيم التعاون والتعايش والتسامح ما بين جميع الطلبه المشاركين.
شكرا. ويسا السائح، طالبة في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ومسؤولة الإعلامية للجمعية الرياضية المؤسسة. حنا اليوم حنا في تنظيم لا كونفيرونس ديال او بيان لا تريبيون دي شامبيون اللي غيجيو لها مجموعة من النجوم في الرياضة من مختلف لي ديسيبلين كلكو سوا انديفيدويل ولا كوليكتيف، وهما اليوم معنا باش يلهموا يعطيو الهام لهاد الشباب اللي اليوم كاين اكثر من 300 طالب وطالبه من مختلف انحاء المملكه جاو اليوم باش يتنافسوا على جائزه مولاي الحسن للالعاب الرياضيه اللي كتنظم كل سنه، وهذه الدوره 14 ديالها. لينا كامل الفخر والاعتزاز، حنا الجامعه ديال الحسن الاول في سطات والمدرسه الوطنيه للتسيير، وحنا كطلبه نيت اننا نكونوا من الفرق المنظمه لحدث بارز مثل هذا. شحال من فرقه اللي مشاركه؟ ان شاء الله كاينين معنا اكثر من 300 طالب وطالبه اللي فيهم 12 ديال لي ديليغاسيون، يعني 12 يونيفرسيتي كيجيو كيتنافسوا على فوت، كيلعبوا باسكيت وبزاف ديال لي ديسيبلين اخرين كاينين هنايا. كاين في هذا زعما البروغرام فيه 4 جور، كنبداوه بلوفرتور اللي كانت البارح، الافتتاح اللي جاو ليه كاع لي زيكيب وتعرفوا على بعضياتهم. اليوم كانت لا كونفيرونس اللي وبداو لي ديسيبلين الصباح، وان شاء الله في العشيه كاينه امسيه احتفاليه بهاد الطلبه هادو. نعم. شحال تقريبا المده اللي عندك في هذا 4 ايام من 15 حتى ل 18. بالنسبه للشركاء ديالكم، الناس ديال لي سبونسورين معنا ريد بول، معنا سيدي علي، كاينه اندومي، يونا بلان دو سبونسور. ميرسي. ميرسي.